في أحيان كثيرة نشعر بالحنين إلى الماضي، لأن الحياة وقتها كانت أكثر بساطة من عصر الإنترنت والAI الذي نعيش فيه. فترانا أحيانا نشاهد مباراة قديمة مثل نهائي كأس العالم ألمانيا 2006 بين فرنسا وإيطاليا، ونتحسر على حال كرة القدم أيام عصر الديناصورات. وترانا أحيانا أخرى نشاهد فيلما أو مسلسلا قديما يذكرنا بطفولتنا، مثل الأسطورة شكلي حل وعند عزيز والخطة على الباب. وترانا أيضا نعود ونلعب الأجزاء القديمة من لعبة الفيفا. وهذه الحال من الحنين إلى الماضي ليس بكاء على الأطلال، بل هو هروب من آلام الحاضر ومشاكله إلى زمن مضى كان فيه كل شيء رائع، وإلى زمن يرمز إلى النقاء والإبداع في جميع المجالات. نحن نهرب إلى الماضي لأنه في ذلك الوقت كان لكل شيء معنى، بما في ذلك الصباح والمساء. نحن نهرب إلى الماضي لأن في ذلك الوقت كان كل شيء مرادفا للإبداع في جميع الاختصاصات، بما في ذلك كرة القدم التي كانت وقتها قرينة لعصر الديناصورات ومليئة بالأساطير مثل زيدان والظاهرة رونالدو وباديو وديل بييرو ومارادونا وغيرهم من الأساطير. نحن نحن إلى الماضي لأنه وقتها عشنا لحظات لا تنسى واستمتعنا فيها. ونحن نحن إلى الماضي لأنه وقتها استمتعنا بلحظات لا تنسى مع أشخاص قد رحلوا وفارقونا إلى عالم أرحب وأحلى.